ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. وحشتوني. طبعا انتوا عارفين الجو برد وسقعة، وطبعا عايزين حاجة ندفى بيها، واحلى حاجة في الشتا دوت والراعي الرسمي للشتا هو الحمص الشام. حمص الشام مشروب جميل، مشروب بيدفي وفيه فوائد كتيرة، وفي نفس الوقت طريقته سهلة جدا جدا ومش هياخد معاكي وقت. حمص الشام بتجيبي الحمص من عند العطار زي ما انتم شايفين كده، وبتغسليه وبتنقعيه. فأنا طبعا عشان مستعجلة ما نقعتوش، خدته على طول وغسلته وحطيته في مية وحطيته على النار. ما تنسوش يا حبايب قلبي، أهم حاجة تصلوا على النبي، ندعو لكل مريض ربنا يشفيه يا رب، ويفك كرب أهالينا في فلسطين يا رب العالمين. زي ما حضراتكم شايفين احنا بنجيب الحمص زي ما انت عايزة الكمية اللي انت عايزاها بتغسليها، وبعد ما بتغسليها بتحط عليها مية وتغلي زي ما انتم شايفين كده، او بتنقعيها من بالليل لحد الصبح. بكون عصرة طماطم، بحط عليها طماطم زي ما انتم شايفين كده، ومعلقة توم ونص معلقة كمون، و التركة او الحاجة اللي هتخليها فيها مزازة وطعم جميل، الليمونة. بتجيبي ليمونة حبيبة قلبي وبتغسليها وتعصريها. بعد ما تعصريها بتحطي القشر بتاعها معاها يغلي غلوتين عشان ياخد المزازة بس. بعد ما يغلي الغلوتين تروحي مطلعة القشر بتاعتها. زي ما انتم شايفين كده، ادي الليمونة طلعت منها البذر واعصرها واحط القشر بتاعها معاه، اسيبها تغلي. اعذروني معلش عشان تعبانة شوية. بعد ما اسيبها بتغلي، كل ما تغلي وتنقص ازودها لغاية لما احس ان هي خلاص استوت. بحط زي ما انتي محبة، عايزة تحطي الملح مع السوا براحتك، عايزة تحطيه في الاخر براحتك خالص. وبعد ما اسيبها كده يستوي بأطفي عليه واغرفه في كوباية زي ما انتم شايفين كده، واعصر عليه ليمونة. وبألف هنا وشفا عليكم، يا رب أكون ضيفة خفيفة عليكم وأكون عند حسن ظنكم. وإن شاء الله انتظروني في أكلة جديدة أو شرب جديدة. بس ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله بإذن الله. لو في أي حاجة اكتبوها لي في التعليق وأنا تحت أمركم إن شاء الله.